ودلوقتي ميعادنا مع التقييم، هنقيم فيه اللعيبه وندي كل لاعب من اللي لعبه كام من 10 لادائه في اللقاء. اول واحد هنتكلم عنه محمد الشناوي بادائه وتصدياته في الشوط الثاني. الراجل كان مستوى عالي، كان واقف على رجله، كان مركز، وكان من اسباب خروج الشوط الثاني من غير ما مرمى الاهلي يجي فيه جول هو محمد الشناوي. فانا اعتقد ان 10 على 10 محمد الشناوي. ياسر ابراهيم واشرف داري كان ادائهم كويس جدا. ياسر ابراهيم كان عالي جدا وكان ملتزم وكان دايما يعني عنده جرينتا كده وعنده انفعال مع اللعيبه وتركيز في الملعب. اشرف داري لعب كوره في الشوط الاولاني ضربه راس هدف اللي تصدى لها حارس انتر ميامي. فياسر ابراهيم 10 على 10 طبعا، واشرف داري طبعا 10 على 10 وعلى الاقل اشرف داري 8 او 9 من 10. محمد هاني واحمد نبيل كوكا قدموا ما عليهم فادائهم الطبيعي المطلوب منهم، وان كان مطلوب من محمد هاني التكمله الهجوميه ان النسخه بتاعت محمد هاني بتاع كاس العالم كنا عاوزين نشوفها. فاعتقد ان 7 من 10 من الاثنين ده تقييم مناسب جدا. نص الملعب مروان عطيه ممتاز ممتاز ممتاز. الراجل كان موجود في كل حته موجود فيها ميسي. الراجل قدر يستخلص منه مره واثنين الكوره. في الشوط الثاني استخلص منه كوره على حدود ال 18 بمنتهى الاناقه. مروان عطيه مكسب كبير للنادي الاهلي في نص الملعب. مروان عطيه 10 على 10. حمدي فتحي ما كانش ظاهر قوي، بس حمدي فتحي هو ده حمدي فتحي الطبيعي بتاعه اللي هو الرينج 7 8 من 10. ده الرينج الطبيعي لحمدي فتحي. محمد علي من رمضان من احرف اللعيبه اللي جم النادي الاهلي. لمسته الكوره جميله جدا، بيعرف يستحوذ على الكوره كويس، بيعرف ينهي الهجمه كويس، بيعرف يتحرك كويس، بيعرف لو في موقف واحد على واحد بيعرف يستخلص الكوره كويس. محمد علي من رمضان 8 من 10. امام عاشور ما نلحقش نقيمه. امام عاشور 10 دقايق بالظبط، 12 دقيقه وخرج مصاب. زيزو وتريزيجيه. زيزو ادى اللي عليه في الوقت اللي لعبه قبل ما يخرج وينزل مكان محمد قفشه. كان ممتاز. كان على قد غيابه اكتر من شهر ونص او شهرين من غير لعب كوره او مباريات رسميه ويقدم المستوى ده في مباراه مهمه زي كده ويتحصل على ضربه جزاء. تريزيجيه هو افضل لاعبي الاهلي الهجوميين رغم ان هو ضيع ضربه جزاء، وضربه الجزاء فرقت جدا على نتيجه اللقاء وعلى اداء النادي الاهلي حتى الشوط الثاني. محمود تريزيجيه وزيزو 7 من 10 لادائهم، لان احنا منتظرين منهم احسن واحسن في الفتره الجايه. واخيرا وسام ابو علي. وسام ابو علي ضيع انفراد اللي صدها الحارس، فاعتقد 6 من 10 هو اداء وسام ابو علي في اللقاء. وبالنسبه للتغييرات، اذا كان طاهر محمد طاهر ولا محمد مجدي قفشه ولا جراديشار ولا حسين الشحات ما كانش ليهم تاثير في الملعب، بل بالعكس واحد زي حسين الشحات ضيع كورتين كان فيهم اناني وكان فيها فرديه باينه قوي. كوره كانت في اول ما نزل حدود ال 18 وسددها بدل ما يلعبها على طرف من الاطراف، والكره الثانيه اللي في اخر دقيقه في اخر ثانيه في اللقاء اللي طمع فيها وما كانش عارف هو عاوز يعمل ايه فيها. ده كده التقييم للاعيبه الاهلي اللي لعبوا اللقاء والتغييرات. انا مستني منكم اعرف تقييماتكم ورايكم في اللقاء ونجم اللقاء من وجهه نظركم وتوقعاتكم لتشكيله ولقاء بالميراس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.